تأملات قرآنية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سلسلة رمضانية من إعداد وتقديم دكتور عويس النجار، إخراج أبو بكر سهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الفرق بين الحسن والإحسان: الإحسان أكرم من الحسن، وإحسانا هي أقصى درجات الإحسان. وتعامل الإنسان حسنا هو أمر عادي، لكن أن تحسن إليه فهذه مرتبة أعلى من الحسن. وكل السياقات التي ورد فيها قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا إنما كانت سياقات تعبر عن أهل الإيمان، ويبين الله عز وجل الإحسان الذي ينبغي أن يكون بالوالدين، فجاء التعبير على هذا النحو: وبالوالدين إحسانا. والآيات التي وردت وبالوالدين إحسانا كذلك تتحدث عن الوالدين المسلمين. وإذا كان الوالدان غير مسلمين أو مشركين فمعاملتهما كذلك تكون بالحسن، لأن الله تعالى قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، وفي آية أخرى: لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن الإحسان هو معنى زائدا عن الحسن، والإحسان مطلوب والحسن مطلوب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا يتجدد اللقاء مع حلقة جديدة من تأملات قرآنية، ونترككم في رعاية الله وحفظه، مع تحيات رضا عبد السلام.